الحروب في الزمن بتاعنا ده اتغيرت كتير قوي عن الحروب زمان. الحروب زمان كان لازم يبقى حرب حربية. يعني ايه حرب حربية؟ يعني لازم جيش يدب في جيش او يدب في بلد او ياخدها بأي طريقة كان. الموضوع ده اتغير في آخر 40 50 سنة. ليه؟ لأن حجم التجارة العالمي زاد جدا وما بقاش متحكم فيه الدول الاستعمارية زي زمان. ليه؟ لأن كان معظم الدول الكبيرة زي انجلترا مثلا كانت بتحتل نص العالم عشان تأمن التجارة بتاعتها، ومش بالتاجر، هي بتاخد الموارد وتجيبها على بلدها. الكلام ده ما بقاش موجود. فبقى في حاجة تانية في الحرب اسمها المقاطعة. الفترة اللي فاتت سمعنا عن المقاطعة مع الكيان المحتل، وبلاد كتيرة ابتدت تشتغل على الموضوع ده. بس مفيش بلد قالت هنقاطع أمريكا. يا ترى ليه؟ البلاد خايفة إنها حتى تقول نقاطع أمريكا. أمريكا كانت عاملة حسابها لأن ده ممكن يحصل، فعلى مدار الزمن عملت حاجات تمنع المقاطعة بتاعت أمريكا. فإيه هي الحاجات دي؟ أول حاجة الدولار. الدولار، الناس اللي فاكره ان هي عمله عشان الناس تتاجر مع بعض، الكلام ده تاني حاجه مش اول حاجه. اول حاجه بالنسبه الدولار ده اتعمل ليه؟ عشان يبقى اداه للتجسس. ايه اداه التجسس ازاي؟ دلوقتي في نظام اسمه سويفت، اوكي، امريكا عاملاه. اول حاجه امريكا عندها المطبعه. تاني حاجه عندها نظام اسمه سويفت. ايه نظام السويفت ده؟ ده بكل بساطه من غير ديتيلز كتير قوي ان هو كل الدولارات اكنها مترقمه. اي فلوس هتتنقل من بلد لبلد هنعرف ازاي؟ لان الفلوس دي لو ظهرت هناك يبقى معنى كده البلد دي ادت البلد دي الفلوس دي. طيب، وحتى لو انا ما اعرفش عن لو تجاره ليجل. ليه؟ يعني ايه ليجل؟ يعني حضرتك احنا بننقل الفلوس عن طريق البنك. فساعتها امريكا عرفت ايه؟ عرفت ان البلد الفلانيه دفعت للبلد الفلانيه الرقم المعين من الدولار بسبب السيستم بتاع سويفت. طيب، هل في بلاد خرجت بره سيستم سويفت؟ زي روسيا اضطرت ان هي تخرج بره سيستم سويفت او اتقفل لها، وده حصل لهم مصيبه كارثه في اول الحرب بتاعت اوكرانيا. طيب، وهل في بلاد تانية؟ اي بلد بيتعمل عليها سانكشنز او حظر ده بتتمنع من سويفت وبتتمنع من التعامل بالدولار تقريبا. زي مين؟ زي ايران. ايران متبهدله بقالها سنين بسبب الموضوع ده. طيب، ليه ما حدش بقى بيقول يلا نقاطع امريكا احنا؟ اوكي، عشان السيستم ده. طب ما احنا لازم نفهم امريكا لو حصل لها مقاطعه هيحصل ايه، وازاي نقدر نعمل مقاطعه لامريكا، عشان ده الحل الوحيد ان انت توقف بلد زي دي. طيب، اول حاجه عشان تفهمها، عشان تعمل مقاطعه لازم تعمل الترناتيف. يعني ايه حل بديل؟ الحل البديل اول حاجه ان انت تعمل عمله. مين بيحاول يعمل ده؟ البريكس اساسا متجمعين عشان يقدروا يغيروا السيستم ده. بس هم عمالين بيناقشوا ايه؟ بيناقشوا طب نخليها بالذهب، لا طب عملتي، وهيقعدوا يتخانقوا ومش هيوصلوا لحاجه. ده جهل ان انت ترجع لورا مش تتقدم لقدام. ان انت ترجع تثبت العمله على الذهب ده جهل. ليه؟ لان كمان امريكا تتحكم في معظم الذهب اللي في العالم. فانت كده ما عملتش اي حاجه. طيب امال نعمل ايه؟ نعمل عمله افتراضيه بس لازم تكون مبنيه على حاجه. عملت لك حلقه من شهرين ثلاثه كان ده الغرض بتاعها اصلا، بس الناس ما فهمتوش حاجه اسمها اد كوين. ايه الاد كوين ده؟ ده عباره عن بكل بساطه، اوكي، ان هو عباره عن عمله افتراضيه زي البيتكوين بس مبنيه على حاجه حقيقيه، عرض وطلب حقيقي، اللي هو ايه؟ سوق الاعلانات العالمي في العالم كله. محدش يقدر يتحكم فيه، ولو حد اتحكم فيه هيبان جدا وهيتجاب من اللباس والله العظيم في لحظتها. دي حاجه تبقى ثابته ومحدش يقدر يتحكم فيها، والبلاد كلها هتضطر تمشي بيها ساعتها. ليه؟ لان دي حاجه سيف. ليه امريكا ما تقدرش تتحكم فيها مهما عملت؟ لانها مبنيه على تكنولوجي اسمها البلوك تشين. ايه البلوك تشين دي يا معلم؟ دي تكنولوجي كبيره قوي، ممكن اعمل لها حلقه لوحدها. بس من الاخر محدش يقدر يتتبع ومحدش يقدر يمنع ومحدش يقدر يتحكم. الحاجات هتبقى فعلا سيكريت 100%. طيب، لو عملنا البلوك تشين دي هنبهدل امريكا؟ لا يا باشا، افهم بس الاول امريكا حجمها عامل ازاي. الجي دي بي بتاع امريكا بنتكلم في 37 تريليون دولار. الرقم ده مهول جدا. هم بيصدروا ب 2 مليار، ب 2 سوري مليار ايه، تريليون دولار، وبيستوردوا ب 3.7 من 10 تريليون دولار. طب عشان تفهم بس ايه حجم الارقام دي، مصر الدين بتاعها كله على بعضه 130 140 مليار دولار. اوكي، التريليون في 1000 من المليار. اوكي، فهو يعني هو بيصدر ب 2 تريليون. اوكي، رقم مهول. طيب، في حالة المقاطعة وان الناس استغنت عن الحاجات الامريكية، هم هيعيشوا شهرين ثلاثة. ده بجد بمعنى شهرين ثلاثة. اول حاجة هتحصل ان ال 2 مليار اللي هو بيخش له بسبب التصدير ده مش هيخش له حاجة. تاني حاجة، العالم كله هيبقى ما بيستخدمش الحاجات بتاعت امريكا اللي هي ايه؟ التكنولوجي، ما بين بقى سيرفرات مش عارف ايه الكلام ده كله. الشركات الامريكيه نفسها هي اللي هتضرب في الحكومه بتاعتها. ليه؟ لان ده البيزنس بتاعهم.
حضرتك اما جوجل منعت الجوجل بلاي وابل منعت ابل بلاي بالنسبه لروسيا، روسيا لوحدها اتفشخت صراحه. طيب بس لو العالم كله، لا يا باشا، الصين عندها تكنولوجي نفسها تنزلها، مش عارف مين عنده، روسيا بقى عندها تكنولوجي عاوزه تنزلها وعاوزه الناس تستخدمها، ففي ناس تانية مستنيه فرصه اصلا عشان تديك تكنولوجيا جديده. طيب حلو قوي. طيب هل امريكا تقدر لو حصل عليها سانكشنز هتعمل ايه؟ طب لو حصل والدول قالت لك طيب احنا هنقاطع امريكا، ايه اللي هيحصل؟ امريكا في ايديها ايه تعمله؟ اول حاجه على اليو ان كده يا باشا، وهتقول لك ايه، وقف لي سويفت بتاع الناس دي كلها، فكل الدولارات اللي عند الناس هيبقى ملهاش اي نوع من انواع المعنى لفتره معينه. فلازم الدول تستغنى عن الدولار بتاعها اصلا قبل ما تعمل البويكوتنج اللي هو المقاطعه. طيب حلو قوي، ايه ممكن تعمل ايه تاني؟ تعلن ان ده عمل ارهابي وعلى طول، وتبتدي تحارب في بلاد معينه. البلاد المعينه دي هتبقى البلاد الكبيره. ليه؟ لان دول هيبقوا بيبهدلوهم. اول بلد هتبقى في مهب الريح طبعا روسيا، بس روسيا اوريدي بره الليله بقالها فتره. طيب مين اللي هيحصل له مشاكل تاني؟ الدول الصغيره كلها. ليه؟ لان الدول الصغيره اللي هي زي مصر برضو، اوكي، اعتمادها الكلي على الدولار. اوكي، وحجم التجاره في العالم كله بنتكلم 88% بيحصل بالدولار، فانت يا باشا هم 12% اللي بره الدولار، مع ان التجاره بتاعت امريكا كلها عباره عن 13% من تجاره العالم اللي هو اقل من حجمها بالنسبه للعالم. فهم فشله في التجاره، يعني علميا على الورق هم فشله في التجاره، بس هم ماسكين الناس من السيستم بتاعهم ومن ادوات التجسس بتاعتهم. طيب اوكي، فامريكا هتعمل كده في الاول، بس اللي هيحصل ان عندها جوه البلد نفسها الانفليشن هيبقى رهيب. ليه؟ لان كل الحاجات اللي كانت بتجيلهم هتتمنع. هتتمنع ليه؟ لان حتى تعالى نتخيل مثلا ان في دول هتوافق ودول مش هتوافق. الدول اللي هتوافق هتصدر الحاجات دي ازاي؟ ما هي لازم هتعدي على دول مش هتوافق، فمش هتخلي الحاجات تعدي، فساعتها هتقلب حربيه. يعني ايه هتقلب حربيه؟ يعني مثلا حاجه هتعدي من قدام اسبانيا، فاسبانيا هتقول لك لا مفيش حاجه امريكيه هتعدي، انا اسف ما عنديش مشاكل. هل امريكا هتضرب اسبانيا ساعتها؟ طب وساعتها الاتحاد الاوروبي هيعمل ايه؟ طب وهل بقيه البلاد هتبقى مقاطعه امريكا هي كمان؟ لان امريكا توحشت، والطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها في مجلس الامن صباح الفل، احنا الكبار وهنكذب وهو ده اللي عاجبكم، ولو مش عاجبكم اخبطوا راسكم في الحيط. الجو ده مش هياكل، لان بعد فتره في دول مش بتاعت الكلام ده. يعني الصين وروسيا يا باشا، انت اما ترامب حاول يلوي دراع الصين قالت له جرب تاني، امشي ياض امشي ياض لامك، ده بالظبط اللي اتقال له. ليه؟ هنعمل حظر على الحاجات المنتجات الصينيه انها تخش امريكا. قال لك يا باشا هعمل حظر اكبر على المنتجات الامريكيه. ليه؟ لانه عارف 100% ان الامريكان هم اللي محتاجين الصين مش العكس. اوكي، فده الحاجه اللي لازم كل واحد يعرفها. فكل البلاد اللي عندها زي alliances. طيب الحل ليه ده صعب؟ ان العالم كله يعمل بويكوتنج او مقاطعه لامريكا، لان بكل بساطه الدول مش ليها مصالح كتيره قوي، ومحدش هيبقى هو اللي في مهب الريح اللي يلبس المصلحه ان هو يبتدي الموضوع. كله هيتكلم على دوله زي الكيان المحتل عادي جدا، بس هيجي يتكلم على امريكا لان الموضوع كبير جدا بالنسبه له ان هو يبتدي الموضوع. فوجهه نظري ان اللي يبتدي الموضوع ده حد زي روسيا. ليه؟ لانها اوريدي ما بتستخدمش سويفت، فلو ابتدت تتعامل ان في الترناتيف، في حل بديل وهي في البريكس، فاكيد في حلول بديله. او نستخدم حته الاد كوين كعمله موحده، ده او فكره مشابهه ليها، هتبتدي ان انت تضغط على امريكا بطريقه تانية خالص، فهيضطر ان هو ينزل كل الطلبات بتاعته، يبتدي يتعامل بطريقه عاديه. ممكن ساعتها تضغط ان انت تعمل ايه؟ تلغي الفيتو اصلا. حضرتك مفيش حاجه اسمها فيتو، كل الدول زي بعض، انت ليه احسن مني وانا ليه احسن منك؟ لا يا باشا، انت مش احسن مني مش عشان عندك سلاح اقوى يبقى احسن مني. انا دلوقتي ممكن ارقعك من غير سلاح اصلا، من غير نقطه دم. ليه؟ الشعب بتاعك هو اللي هيقوم عليك. ليه؟ ما عندكش، ما فيش اكل. حضرتك لو مقاطعه لامريكا، امريكا في ظرف 3 شهور هتفلس. ليه؟ عندهم مساحات خضراء وبيزرعوا وبيعملوا الكلام ده كله، بس هم كل اعتماداتهم على تصدير ما بين تكنولوجي وتصدير اكل وشرب. 3.7 تريليون دولار مرة. طيب الحل ليه ده صعب؟ ان العالم كله يعمل بويكوتنج او مقاطعة لامريكا، لان بكل بساطة الدول مش ليها مصالح كتيرة قوي، ومحدش هيبقى هو اللي في مهب الريح اللي يلبس المصلحة ان هو يبتدي الموضوع.
كله هيتكلم على دوله زي الكيان المحتل عادي جدا، بس هيجي يتكلم على امريكا لان الموضوع كبير جدا بالنسبه له ان هو يبتدي الموضوع. فوجهه نظري ان اللي يبتدي الموضوع ده حد زي روسيا. ليه؟ لانها اوريدي ما بتستخدمش سويفت. فلو ابتدت تتعامل ان في الترناتيف، في حل بديل وهي في البريكس، فاكيد في حلول بديله، او نستخدم حته الاد كوين كعمله موحده، ده او فكره مشابهه ليها، هتبتدي ان انت تضغط على امريكا بطريقه تانية خالص. فهيضطر ان هو ينزل كل الطلبات بتاعته، يبتدي يتعامل بطريقه عاديه. ممكن ساعتها تضغط ان انت تعمل ايه؟ تلغي الفيتو اصلا. حضرتك ما فيش حاجه اسمها فيتو، كل الدول زي بعض. انت ليه احسن مني وانا ليه احسن منك؟ لا يا باشا، انت مش احسن مني مش عشان عندك سلاح اقوى يبقى احسن مني. انا دلوقتي ممكن ارقعك من غير سلاح اصلا، من غير نقطه دم. ليه؟ الشعب بتاعك هو اللي هيقوم عليك. ليه؟ ما عندكش، ما فيش اكل. حضرتك لو مقاطعه لامريكا، امريكا في ظرف 3 شهور هتفلس. ليه؟ عندهم مساحات خضراء وبيزرعوا وبيعملوا الكلام ده كله، بس هم كل اعتماداتهم على تصدير ما بين تكنولوجي وتصدير اكل وشرب. 3.7 تريليون دولار مره واحده راحوا ما لهمش معنى. هيقعد يطبع فلوس؟ ايوه هيطبع فلوس عنده جوه، بس مش هيقدر يستخدمها بره، فهتبقى زي ورق بنك الحظ. فدي الطريقه الوحيده اللي تركع امريكا وتخليها تنزل من على عرش الدول العالم كله وتخليها دوله عاديه جدا، ولا بتهش ولا بتنش، لو جت ضربت اي بلد هتاخد على قفاها. ده الحل الوحيد. وساعتها الشعب الامريكي اصلا نفسه هيطلع يجيب ترامب من قفاه، ده طبيعي. ليه؟ لان هم مش هيلاقوا ياكلوا، فمش هيبقى فيه اي حلول تانية غير ان ترامب ياخد على قفاه ويمشي. فده وجهة نظري الحل الوحيد عشان نوقف الحرب اللي جنبنا، لان احنا ما بنحاربش الكيان المحتل، احنا بنحارب امريكا. واللي فاكر ان الكيان المحتل وامريكا مش حاجه واحده، لا هما الاثنين حاجه واحده، بس الامريكان نفسهم ما يعرفوش ان هم حاجه واحده. احنا عارفين عشان عشنا على مدار سنين وشفنا على مدار سنين ان هما الاثنين حاجه واحده، ومش حاجه واحده قوي يعني. هو الكيان المحتل هو اللي بيتحكم في امريكا، يعني امريكا هي الكلب البلدي بتاع الكيان المحتل، دي حقيقه. لو انت مش عارف كده، ان هو مش بيستورد ومش بيدفع فلوس لامريكا يا باشا، هو بياخد من الخزنه بتاعته، من السلاح، من اي حاجه، ومش هتفرق. فانت بتحارب امريكا. امريكا دلوقتي ابتدت عاوزه تحارب العالم. واضح جدا في اليونايتد نيشنز لما يكون المبعوث بتاعهم يرفع ايديه في الفيتو على حقوق يعني عيال بتتقتل وبتتعدم عشان دوله زباله اسمها الكيان المحتل. يعني ان شاء الله دي الطريقه ان هي ترقعهم وتمشي الكيان المحتل، او ما تخليهم ما يخشوش في حرب. ليه؟ لان هو لو ما دخلش في حرب، حضرتك انت دلوقتي هتقطع كل الامدادات عن العالم كله، لان انت عامل نشر للسفن بتاعتك في كل حته. بس انا لو مقاطعك، حضرتك ما تقربش من هنا. ومش هيبقى لوحدي اللي بقول لك ما تقربش من هنا، العالم كله هيبقى بيقول لك ما تقربش من هنا. هتحارب العالم كله؟ مش هتقدر. هتعمل فيها هتلر، هتاخد على قفاك. ده وجهة نظري، ده حل واضح وصريح ازاي امريكا تنزل من على العرش، تبقى دولة عادية جدا زي بقية الدول.